لو عندك مشاكل او اصابه في اسفل الظهر فاعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه بعدين، لانك لازم تلعب ظهر وخصوصا الابر باك بس من غير ما تحمل على الفقرات وعضلات القطنيه. طب ازاي الكلام ده؟ فاحنا هنا هنحرك عضلات الظهر اللي في المنتصف من غير ما نحرك اسفل الظهر او نعمل تحميل اضافي على العمود الفقري. فدلوقتي هنشوف تمرينتين، والتمرينه الاولى هي تمرينه البنت روز. التمرينه دي كويسه جدا وبتشغل عضلات الترابيزيوس والرومبويدز، وهنا العضلات دي مكانها ما بين لوح الكتف والعمود الفقري، يعني مكانها هنا بالظبط. فلما بنلعب تمرين زي تمرينه البنت روز وبنرجع ايدينا كده لورا بنخلي العضله دي تتشد عن طريق ان لوح الكتف بيقرب ناحيه العمود الفقري. بس هنا المشكله في تمرينه البنت اوفر، لو انت عندك اصابه فجسمك بيبذل مجهود كبير جدا عشان يحط نفسه في الاتزان، فهنا فقراتك بتتاثر وعضلات القطنيه والبطن بتعمل تثبيت للجسم، كمان رجليك ومشط رجلك بيعملوا اتزان عشان ما تقعش. فهنا البديل ليها وهو تمرين التي بار روز ويز ابدومينال سبورت، والتمرين ده بديل كويس جدا للبنت روز لان هنا انا بحرك عضلات الترابيزيوس والرومبويدز من غير ما اثر على العمود الفقري او احرك القطنيه او عضلات البطن، وكمان رجلي مش بستخدمها خالص في عمليه الاتزان، وكان نبقى حركنا العضلات دي من غير ما نعمل تاثير على العضلات دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك اند فولو.